أهلا أهلا. اليوم وصفتنا من العيار الثقيل، رز لذيذ ولحمة ذايبة وكمان ناطعة كذا شاربة تتبيلة شرب. رز مديني باللحم على كيفكم. عندي اللحمة مغسلة ومنظفة، حطيتها بقدر الضغط ومعها بهارات عدلة وبصل وفلفل وحمستها إلين تغير لونها. بعدين أضفت الملح والموية المغلية وبعدين كتمتها تقريبا نص ساعة. بهالأثناء نجهز التتبيلة، عندي ملعقتين سمنة وصلصة وموية كادي، كركم، شوي زعفران، بهارات عدلة وبهارات مشكلة وملح. بعد ما تستوي اللحمة نضيف لها مغرفتين من المرقة ونخليها على النار تتسبك تقريبا 5 دقايق، ونضيف اللحمة عليها ونشربها بالمرق زين زين، ونخليها كمان 5 دقايق وندخلها الفرن عشان نحمر الوجه. بعدين أصفي مرقة اللحم اللي سلقنا اللحمة فيها ونضيف الرز. استخدمت رز مزة بسمتي وغطيتها، وبعد ما يتشرب المرق شوي نضيف له موية كادي وملعقتين سمنة مذوبة وهي ساخنة، ونضيف الفلفل وتقليبه ونكتمها تقريبا 40 دقيقة على نار هادية. وبعدها شوفوا ما شاء الله الرز نثري ويهبل وأبيض، طبعا لأن اللحمة اللي استخدمتها نظيفة وبلدي. هنا اللحمة بعد ما تحمرت شوي نصفها فوق الرز ونسقيها من المرق، واستمتعوا بألذ رز مديني باللحمة. شيء فاخر من الآخر، يعني من الأطباق اللي ضروري تجربونها. شوفوا ما شاء الله ذوبان اللحمة تبارك الرحمن. أما الطعم ما أقول لكم، يعني شايفين البهارات اللي احنا حطيناها في التتبيلة طلعت في اللحمة، خصوصا ان احنا سقيناها زين فيها. جربوها وقولوا لي رأيكم وبالعافية.